السلام عليكم. انا قبل كده لما طلعت وقلت للناس ما حدش سافر ليبيا، الناس دخلت هجمتني وقالت لي انت مش عايز الناس تسافر. طب حاليا في الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده، في 6 شباب اقباط مصريين مختطفين في ليبيا، بعيدا عن هم اقباط او مسلمين، في الاخر هم مصريين مختطفين في ليبيا، ومطلوب عليهم 15,000 دينار ليبي عشان يسيبوا الناس دي. الناس دي لو معاها ثمن التأشيرة اللي هم مسافرين بيها 30,000 ولا 40,000 جنيه ما كانوش سافروها، لا ده هم متسلفينها. وتاني وتالت محدش يسافر ليبيا، ارواح الناس دي في ايدينا كلنا. اتمنى نعمل مشاركات كتير عشان نوصل صوت الناس دي، عشان الناس دي ترجع لاولادهم ولاهاليهم. اسمعوا المكالمه اللي الراجل بيكلمها لبنته وشوفوا بنته بتقول له ايه. طب هنجمع ناس مع ناس زي ما سمعتوا، شوفوا بنته في حاله هستيريا، بنت محتاجه والدها يكون معاها، بس هو مش قادر يقول لها ان هو مخطوف، مش قادر يقول لها انا ممكن ما ارجعش، مش قادر يقول لها انا ممكن في يوم وليله ما اكونش موجود معاكم، ومش قادر يقول لها ده. حطوا نفسك مكان الناس دي يا جماعه، الموضوع في ليبيا صعب. الناس الليبيين اللي عايشين في ليبيا مش عارفينه يامنوا بيوتهم، مش عارفينه يامنوا حياتهم. في ناس هتخش عليها في التعليقات تقول له ده انا عايش في ليبيا وليبيا كويسه. انت ماشيه معاك بستر ربنا، مش ماشيه ستاره منك ولا جدعانه منك، ده ماشيه معاك كده بستر ربنا، وهيجي عليك الدور. ما كانش النهارده يجي عليك بعد كده الدور، اي النفس اللي بيحصل في الناس دي هيحصل فيك، بس انت لسه ما جاش عليك الدور. الوضع في ليبيا صعب، الوضع في ليبيا ما يحتاجش للناس تروح هناك تشتغل هناك. في دول كتيره ممكن تسافرها، بس في الوقت الحالي بلاش ليبيا. في الوقت الحالي الامور في ليبيا صعبه جدا يا جماعه. نوصل صوت الناس دي عشان خاطر اولادهم وعشان خاطر اهاليهم في الحاله اللي هم فيها. الناس دي لو باعت بيوتها وباعت اراضيها مش هتعرف تجيب المبلغ المطلوب على اولادهم هناك في ليبيا. الناس دي لو فضلت تجمع من بعضها كده مش هتعرف توصل الفلوس دي للناس دي هناك. الناس دي ممكن النهارده او بكره، يعني 6 قاعدين في غرفه بيعملوا فيهم كل حاجاتهم لحد فتره معينه، نشوف الفلوس دي هتيجي ولا لا. اتمنى نعمل مشاركات كتيره للفيديو ده عشان صوتنا يوصل لاي مسؤول يعرف يلحق الناس دي من اللي هم فيه، ويرجعوا لاهاليهم سالمين غانمين في اقرب وقت. السلام عليكم، اشوفكم على خير.